اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 شهدت القاهرة حادث سير خطير أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتحديدا في نطاق قسم شرطة الأزبكية. وفقا للمصادر الأمنية، الحادث تسبب فيه سائق كويتي الجنسية كان يقود سيارة خاصة، وأثناء القيادة كان تحت تأثير الكحول، ما أفقده السيطرة الكاملة على السيارة. الحادث بدأ حين كانت حركة المرور تسير بشكل طبيعي على الكوبري، وفجأة فقد السائق السيطرة على مقود السيارة، فاصطدم بسيارة كانت أمامه، ليؤدي الاصطدام للارتطام متتالي بثلاث سيارات أخرى. النتيجة كانت إصابة 4 أشخاص، إصابات تتراوح ما بين الطفيفة والمتوسطة، حيث جرى نقلهم فورا بسيارات الأسعاف إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية. كما تعرضت السيارات الثلاثة المتضررة إلى أضرار مادية جسيمة، من بينها تهشم في الأجزاء الأمامية والخلفية. الحادث تسبب أيضا في شلل مروري جزئي على الكوبري لفترة زمنية ملحوظة، مما دفع رجال المرور إلى الانتقال السريع لموقع الحادث لتسيير حركة المرور وفصل السيارات المتضررة. الشهود في موقع الحادث أكدوا أن السائق حاول مغادرة المكان بعد الاصطدام، لكن رجال المرور تمكنوا من منعه وضبطه في الحال. في موقع الحادث استخدم رجال المرور جهاز قياس نسبة الكحول في الدم، وأثبت الفحص أن السائق كان بالفعل في حالة سكر واضحة وبنسبة مرتفعة. عقب ذلك تم التحفظ على السائق، ونقل إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ومن المقرر عرضه على النيابة العامة صباح الغد الجمعة 15 أغسطس 2025 لاستكمال التحقيقات. السلطات أكدت أن التحقيقات ستشمل مراجعة كاميرات المراقبة على الكوبري، وسماع أقوال الشهود والمصابين، إضافة إلى تقرير الفحص الفني للسيارة المتسببة في الحادث. هذه الحادثة تعد تذكيرا بخطورة القيادة تحت تأثير الكحول، وما يمكن أن تسببه من خسائر بشرية ومادية، وأهمية الالتزام الكامل بقوانين المرور لحماية أرواح الجميع. لو شايف أن السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة، اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من الأخبار الموثوقة.